بجد. شوفوا كل فنان حصل معاه الموقف دوت بسبب ان السبيكرز دي المفروض تكون مدفونه، ليها مكان على المسرح مدفونين عشان المطرب ما يقعش، لكن للاسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا. لكن عادي ما يقع الوش، لكن للاسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا، لكن عادي ما يقع الوشاك. بجد بجد حاجه صعبه. يعني دلوقتي بكره على السوشيال ميديا هيسيبوا كل حاجه ويشوفوا شيرين وقعت. اكيد ده حصل قبل كده مع فنانين كتير، وانا صعبان عليا نفسي بس من الحركه دي، من الوقعه وكل حاجه. بس سيبك من الاصابات احنا واخدين على جسمنا، خدنا خلاص. بس يعني اكيد الناس على السوشيال ميديا هتزودها وهيعملوها سلو موشن. شيرين عبد الوهاب حفله يعني ما ينفعش البس لها فستان. يعني المفروض ان اللي هم قالوا لي ان ما فيش حد قاعد، الجمهور كله على الواقف، فانا قلت ابقى لابسه يونج ستايل. كمان هي وقعتني اكيد بمشاكل، بس صارت الترند، صارت اسمها ايه العلامه بتاعتي. وانا شايفه ان في كتير قوي بقوا بيقلدوا دلوقتي. طبعا في شويه مشاكل اداريه بتخلص ان شاء الله، وبوعدكم بانتاج البوم فوق الخيال، والاغاني حلوه وجاهزه وكل حاجه، بس بنخلص مع شركه روتانا كلهم. في السعوديه ايوه ان شاء الله يوم 4. تقولي ايه؟ قول لهم بحبكم ووحشتوني وجايه لكم، واستنوني يوم 4. كمان هيكون مع نتفليكس ان شاء الله. شيرين وهتكون في بنت صغيره هتقوم بدوري وانا صغيره. بنت؟ لا بنت صغيره، بناتي بقوا اطول مني. ابدا مش عايزين. النهارده انا عندي بنتي تعزف مريم عازفه ماهره، ابدا ما رضيتش تطلع، ما بتحبش الشهره، وهي صح. هم يقولوا اللي هم عايزينه، بس السوشيال ميديا بتاعتي اتخذت يعني زي ما انا قلت للاستاذه، واحد اسمه محمد الشاعر، يعني زي حصل نصبايه كبيره وخدوا السوشيال ميديا بتاعتي، بس برجعها ان شاء الله. وكل حاجه هتعرفوها مني بعد كده شخصيا. سميرة سعيد ما سابتنيش ابدا ابدا. وزينه. والحقيقه يعني في ناس كتير جدا اثروني باهتمامهم بيا، الفنانين. اذا كانت ليلى علوي لما كتبت لي على السوشيال ميديا انغام، المخرجين اللي قلت لك عليهم الخريجين طبعا استاذ عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد حبيبي، الله يخليه ليا ويخليه الاستاذ عبد الله الرويشد، ودول حبايب قلبي واحلام حبيبه قلبي. وخلي لي كل الفنانين اللي سالوا عليا، ويخليهم دايما نجوم ساطعه في سماء الغناء والتمثيل. عملني ولا اي جمهور عربي كان السبب في دعمه ليا عشان ارجع تاني للحياه.